السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده بقى ان شاء الله نعمل طريقة الرز بالجمبري. يلا بينا نسمي الله ونخش على طريقتنا ومقاديرنا. معايا هنا كوبايتين رز بسمتي مغسولين ومنقوعين كويس، ومعايا الجمبري بتاعي شايله القشر منه وشايله الكيس الرملي، ومعايا جزرة مبشورة وبصلاية مبشورة ناعمة واتنين طماطم مبشورة وتلات فصوص توم مهروسين وجنزبيل فريش وورق لوري وحبهان وقرنفل والملح بتاعنا. هنا عندي حلة على النار هنزل فيها معلقتين زيت. بعد ما انزل بالزيت هبدأ ان انا انزل بالجمبري بتاعي لحد ما ياخد اللون بتاعه الجميل. اللي مع الجمبري ده بواقي حبار كان عندي فعملت قلت احطه مع الرز، دي برضو طعم حلو. هبدأ انزل بالبهارات بتاعتي اللي هي كمون وكزبرة ناشفة والملح وورق اللوري والحبهان والقرنفل. هبدأ انزل بالجنزبيل، الجنزبيل بيديله طعم وريحة حلوة قوي قوي. هنزل بالثلاث فصوص توم المهروسين، مش قادرة اوصف لكم الريحة عاملة ازاي، تجنن والله، روعة جميلة جدا. هيبدأ ياخد اللون بتاعنا اهوت. اول ما ياخد اللون الجميل بتاعه ده هبدأ ان انا اشيله من الحلة. ان احنا ننزل بالبصلة بتاعتنا بقى اللي هي المبشورة الناعمة في الزيت ده. هي كده خلاص بدأت ان هي تخش على الدبلان. نبدأ خلاص اهيت ما شاء الله. نبدأ ننزل بالاتنين طماطم المبشورة بتاعتنا وهنسيبهم بقى شوية لحد ما يتسبكوا مع بعض كده زي الفل اهوت. خلاص كده انا كنت هنا بقى عامله الشوربه بتاعتي، واخده الروسي بتاعت الجمبري وعامله بيها شوربه، فهبدا انزل بقى يعني سايبها للرز. انت عايزه تحطي ميه سخنه حطي، بس انا بالنسبه لي خدت الروسي بتاعت الجمبري سلقتها وخدت منها الشوربه، لان الرز ديت اللي بتبقى فيها طعم الجمبري اصلا. تمام، هو بدا في مرحله الغليان اهوت، بدا يغلي معايا. هبدأ بقى ان انا بعد ما اغلي الشوربة بتاعتي معايا هبدأ ان انا انزل بالرز بتاعي اللي نقعينه ساعة او نص ساعة. ادينا قلبنا الرز كويس، هنغطي عليه لحد ما يتشرب الرز، نرجع نشوف هنعمل ايه. هنا خلاص الرز بتاعنا اتشرب اهوت. نبدأ نجيب الجزر بتاعنا نحطه، الجزر المبشور، ونقلب كويس. وبعد كده انا هبدأ ان انا احط الجمبري بتاعي، بس قبل ما احط الجمبري هنزل بربع معلقة كركم يدي بس لون للرز. وبعد كده هنزل بالجمبري بتاعي اقلبه واديله وهد عليه، وخلاص كده يبقى احنا كده خلصنا الرز بالجمبري بتاعنا وتمام كده. خلاص هنسيبه يستوي وخلاص كده، وبألف هنا وشفا. يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل